أزمات النادي الأهلي والمنتخب المصري بدأت مع اختيار 4 لاعبين للمباراة والمعسكر القادم للمنتخب المصري. معروف ان النادي الاهلي حاليا في معسكر في النمسا بيضم كل القوام الاساسي استعدادا للموسم الجديد وبدايه الدوري، وايضا الاستعداد للمباراه الهامه للنادي الاهلي ان شاء الله يوم 15/9 الشهر القادم هتتلعب في المملكه العربيه السعوديه، وهي مباراه كأس السوبر الافريقي ما بين النادي الاهلي ونادي اتحاد العاصمه الجزائري. طيب المشكله في ايه؟ المشكله ان ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اصر على اختيار 4 لاعبين من النادي الاهلي، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبد المنعم في خط الدفاع، وفي منتصف الملعب مروان عطيه. طيب المشكله ان المباراه القادمه للمنتخب المصري في مواجهه نظيره الاثيوبي، وهي مباراه في تصفيات كأس الأمم المؤهلة للأمم الأفريقية القادمة. طيب هل هتؤثر هذه المباراة؟ السؤال هنا، هل هتؤثر هذه المباراة في المجموعة أو في ترتيب المجموعة أو في التصنيف أو الكلام ده كله؟ لا، المباراة هي مباراة تحصيل حاصل. المشكلة الأكبر إن هناك مباراة بعد هذه المباراة بيومين مع المنتخب التونسي. بقى مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأثيوبي هتكون يوم 8/9 القادم، ثم مباراة يوم 12/9 مع المنتخب التونسي، وهي مباراة ودية. اختيار لاعبي النادي الأهلي هيعمل مشكلة كبيرة جدا لمستر كولر في النادي الأهلي، بأن لعيبة مهمة في النادي الأهلي قد تتعرض لإصابات، قد تتعرض لمشاكل، قد تكون عدم هناك جاهزية لها في مباراة السوبر الإفريقي القادمة اللي هتكون برضو يوم 15/9. المسافة والمدة بين المباريات الثلاث مسافة قليلة جدا للاعبي الأهلي. الناس كلها بتقارن قبل كده ان ريو فيتوريا سمح للاعبين من نادي الزمالك بأنهم ينضموا لمعسكر نادي الزمالك للعب مباراة في دور تمهيدي في دوري أبطال إفريقيا، ثم رجعوا مرة تانية على معسكر المنتخب المصري واستكملوا اللقاءات. فهناك مقارنات كبيره. من وجهه نظري كان الموضوع سهل جدا ان ريو فيتوريا يتنازل عن لاعبي النادي الاهلي في المرحله دي، على الاقل مفيش يعني التزام، وحاجه مهمه جدا للمنتخب المصري. ناس تانية بتتكلم ان لا، المنتخب المصري هو اهم شيء، والانديه والكلام ده كله معمول عشان يخدم في النهايه صالح الكره المصريه وصالح المنتخب المصري. وجهه نظر هنا ووجهه نظر هناك. النادي الاهلي طبعا السكتش، النادي الاهلي ايضا رد على اتحاد الكوره، ده بقى المره الثالثه وجواب للمره الثالثه اللي بيرسله النادي الاهلي لاتحاد الكوره بيتكلم فيه عن ميعاد مباراه كأس السوبر المصري. النادي الاهلي قال باختصار شديد كده ان هو مش هيلعب بطوله جديده. النادي الاهلي عنده التزامات في الدوري السوبر الافريقي والبطولات المحليه والافريقيه، ومش هيقدر يلعب في بطوله جديده. ولو في اي تغيير في بطوله السوبر المصري، نفس اللوائح نفس كل حاجه تكون هي الموجوده. الهدف منها طبعا النادي الاهلي هدفه من هذا الكلام ان هو بيضغط ايضا على اتحاد الكره لعدم مشاركه نادي الزمالك. كان اتحاد الكره اتكلم في ان هو عايز يعمل يعني زي دوره مجمعه من 4 فرق، وتبقى بطوله بمسمى جديد وتكون هي بديله لكأس السوبر المصري. والاهلي في جوابه لاتحاد الكره يعني بيرفض باختصار شديد هذه البطوله الجديده، وبيضغط اكتر على اتحاد الكره في ان هو يحدد ميعاد بطوله او ميعاد مباراه كاس السوبر المصري اللي هتكون من مباراه واحده. هنشوف الايام اللي جايه، هنشوف رد اتحاد الكوره، هنشوف بقى الصراح هنا والصراح هناك، هنشوف اتحاد الكوره هيعمل ايه، هنشوف النادي الاهلي هيعمل ايه. لكن في النهايه بنتمنى التوفيق للمنتخب المصري في مبارياته المهمه. نتكلم دايما عن المباريات المهمه والبطولات، لكن من وجهه نظري المباراه هتلعب مع المنتخب الاثيوبي يعني قيمتها مش هتبقى مهمه بشكل كبير جدا. كان من الاولى ان يعني اللعبه دي يتم اعفائها من الانضمام في الفتره الحاليه، وخاصه بقى ان لعيبه النادي الاهلي لسه رايحه معسكر في النمسا، فهتبقى يعني الامور كلها مش هتبقى في احسن حال في الفتره الحاليه.